طب هل في تشريعات أو قوانين جديدة ممكن تطرح ليها علاقة بالاستثمار؟ زي ما حضرتك بتقول الvirtual طبعا companies أو الحاجات دي، طبعا. يعني هل في حاجات تسهيلات بتدرس أو اتدرست في الدورة اللي فاتت؟ اللي اتعمل في الدورة اللي فاتت بعد الحوار الوطني إمم، روشتة رهيبة جدا للاقتصاد المصري، بقينا عارفين راسنا من رجلينا. زمان إمم، ما كانش عندنا خريطة استثمار مثلا. يعني ايه خريطة استثمارية؟ يعني تعرف الدولة دي المفروض تستثمر فيها عشان بتستورده بأرقام كبيرة قوي من ما بره. كناش عارفين ما أصلًا. كناش عارفين، كنا ماشيين ببركة ربنا كده زي ما بنقول، إمم، وربنا يجعلها دايما موجود البركة. ولكن احنا عايزين نخطط شوية. النهارده بقى عندنا بعد الحوار الوطني إمم، خريطة استثمارية، عارفين مصر محتاجة ايه ولازم تستغنى عن ايه وممكن تدخل فيه وتخرج من ايه. ما كانش موجود ده. إمم، النهارده بعد الحوار الوطني بقى في وثيقة ملكية الدولة اللي قالت بشكل مطلق بعد دراسات كتيرة ان لازم ان 60% من النشاط كمرحلة أولى يبقى في ايد القطاع الخاص خلال 3 سنين. الحاجات دي افكار دي ما كانتش ده موجودة. في احنا أنهي بقى قطاعات كمجلس بقى؟ نواب، إمم، هقول لسه، إمم، احنا كمجلس نواب بقى خدنا الكلام ده بقى وعدلنا قانون الاستثمار. إمم، وكفايه كده؟ لا. إمم، عرفنا المشاكل الموجوده في الضرائب، عملنا اصلاح ضريبي رهيب. إمم، طب عايزين نشجع النشاط الصغير اللي كنا بنتكلم عليه، قلنا لحد 15 مليون هو اللي يقدم ورقه ويتحاسب كده قطاعي كده، ما يتبهدلش مع مأمورية الضرايب ولا والجزافي ومش لحد 15 الجزافي مليون لحد جنيه. 15 مليون. إمم، اعتبر حضرتك بنرفع الشرايح الخاصة بالمواطن. يعني مثلا إمم، ضريبة الدخل وصلنا لحد 7000 جنيه، كانت لسه من 3 سنين بس 2400 على فكرة. إمم، يعني انت كنت تعرف في حدود 2000، النهارده آه، بتقف لحد 7000 وهكذا. إمم، التطور موجود والمجلس ديناميكي بطبعه، إمم. ولما بتحل مشكلة واحدة بس بتشعر بان انت عملت حاجة. طب حضرتك كنت بتتكلم على بقينا عارفين ايه البنود او ايه القطاعات اللي محتاجين نستثمر فيها، ايه ابرزها او ايه اكتر حاجة التعدين محتاجين مثلا، نشتغل عليها؟ قطاع التعدين مثلا اللي هو التعدين. احنا فوجئنا امم. من سنة ونص بس بتقرير جيل مجلس النواب امم. ان احنا بنستهلك حوالي 4.6 بس من ثروات جمهورية مصر العربية التعدينية. 4.6. فكانت النتيجة ايه؟ ان الحوار الوطني طلعنا توصية في امم. لجنة الاستثمارات العامة اللي انا كنت مقررها الحقيقة، امم. وقلنا ان احنا لازم نعمل ناخد الهيئة الخدمية الخاصة بالثروات تبقى هيئة اقتصادية عشان يبقى عندها حرية الايه؟ الحركة والتداول. امم. وعملنا واصدرنا القانون لسه من شهرين ده خطير وهيبتدي الكلام يتطبق. ده. طبعا طب. كلام هيدر عائد كبير جدا على البلد امم. وهيكون له تأثير اقتصادي ايجابي كبير جدا. طب ازاي شركات صغيرة ممكن او ازاي ستارت ابس او شركات ناشئة تقدر تشتغل في مجال ما التعدين كنتش ده؟ بتعرف تروح تشتغل معاهم اساسا في الاول. النهارده تقدر تروح زيك زي اي قطاع بقى. بتروح انت عايز امم. تشتغل في قطاع الذهب، في قطاع البترول، في قطاع مش عارف ايه، امم. تاسس الشركه وتخش على الهيئه الاستثماريه دي، تعرف تحاسبك وتدي لك تاخد منك ارقام محدده مثلا امم. فلوس ما اعرفش كام في الميه على ايه وكام في الميه على ايه وكلام من امم. ده، وتبتدي تشتغل ونبتدي نشتغل منجم بقى تنطلق بترول. براحتك بقى. ياه. اه ما كانش موجود. ده خطير جدا خطير الكلام ده جدا فرص ومواد استثمارية اوليه رهيبة. طبعا. طب طبعا ودي اي حد يعني، هل اي ده؟ حد. قانون عام مجرد اي حد بمعنى الكلمه يعني. مم. مم. اي حد. طب ازاي يعني؟ انا واحد من الناس يعني ادعي ان انا انتربرينور، بحب الافكار وبحب اشتغل في افكار جديده وبزنسز، يعني انا متشعب شويه، حضرتك مم. عارف احنا اتكلمنا طبعا. في الكلام ده. حاجه زي دي انترستنج جدا بالنسبه لي، لان احنا مثلا عندنا حضرتك عارف البطاريات، ليثيوم. الليثيوم، طبعا ده حاجه مفيش خطيره شك. جدا. العالم كله بيتجه والعالم عنده للكهرباء. شورتج فيها، صحيح. لان احنا جايين، احنا رايحين في عصر عربيات وانت الكهرباء، عندك في كل حاجه كهرباء. الصحراء الغربيه بالمناسبه منطقه كامله فيها عشان طبعا فيها ليثيوم. الليثيوم والجرافايت. والكواليتي بتاعته انا مش متخصص قوي، مم. الكواليتي بتاعته عاليه حتى جدا. لو كواليتي مش عالي لا بس يبقى ده عندنا. عاليه جدا جدا مم. جدا مم. ولسه مم. مكتشفينها. والمفروض فانا ان ممكن اروح اعمل شركه بكره الصبح اروح. ده امبارح. يا نهار ابيض. وبعدين انت عندك مم. النهارده بعد القانون الجديد انت عندك مم. تاسيس الشركات. كان الاول لازم الشركات المساهمه يبقوا 3، النهارده ممكن في شركه الشخص الواحد وتبقى مساهمه مم. من مم. عندك من يوم ل6 ايام حد اقصى بتاسس الشركه. مم. النهارده تقدر تاسس الشركه بتاعتك اونلاين، ده كل ده ما كانش موجود. طب مم. لو عندك مم. مشكله تقدر تروح رئاسه الوزراء بقى في مم. وحده وانشاءات خاصه لحل مشاكل المستثمرين، مش فارقه كبير ولا صغير بالمناسبه. دي حاجه كويسه جدا. طب طبعا. الحاجات دي بتطلع في شكل ايه؟ بتطلع في شكل بيانات صحفيه، بتطلع في شكل يعني، انا عايز اتابع الكلام ده، تابعه فين؟ طيب هو طبعا دور الوزاره مثلا زي وزاره الصناعه مم. خلاص كانها تفضل تعمل نشرات من النوع ده مم. عشان تعرف الناس اللي بتقبل على الاستثمار. مم. خلاص. مم. ولكن احنا بعد ما بنصدر القانون بيتنشر في الجريده الرسميه، وطبعا الاعلام بياخده والصحفيين بياخدوه ويقطعوه حتت ويوضحوا كل اللي اتقال فيه ومناقشات. مم. يقولوا ابرز ما قيل في لجنه الصناعه النهارده، وابرز ما قيل في لجنه مم. اللجنه الاقتصاديه النهارده، وابرز ما قيل بيطلع كل ده بيطلع للناس. مم. فالمهموم بهم معين او بشان معين هو فعلا اللي بيلاقي الماده والماتيريال اللي بتساعده.